السلام عليكم، تحية حب واحترام لكل من يتابع هذا الفيديو. قبل ما نبدأ هذا الفيديو لا تنسى اللايك ومشاركته مع أصدقائك حتى يوصل لأكبر عدد ممكن. وزارة التجارة تعلن خبر مفرح لجميع العراقيين. هنالك مقترح لإضافة الدجاج والبيض بالسلة الغذائية في رمضان. وأيضا الإضافات ستشمل جميع المواطنين الذين لديهم البطاقة التموينية مع توزيع السلة الخاصة بالحماية الاجتماعية. وكما ذكرنا سابقا اللي ما محدث البطاقة ما راح يستلم السلة الخاصة بالرعاية الاجتماعية. السيد باسم خشان يحذر من استبدال مفوضية الانتخابات فإنها ستعيد الأمور إلى الصفر. حذر النائب باسم خشان الثلاثاء عن استبدال مفوضية الانتخابات، مبينا أن اتباع أي نظام انتخابي لن يؤثر على المستقلين والقوى الناشئة ما أحسنت التصرف والتنظيم. وقال باسم خشان في تصريح صحفي إن قضية تغيير مفوضية الانتخابات الحالية غير منطقي، كأنها اكتسبت خبرة جيدة في إدارة الانتخابات فضلا على نزهتها في أداء عملها، حيث أن لم تتورط بالميول أو الانحياز لأي جهة سياسية معينة. وأضاف أنه تكليف أي مفوضية جديدة سوف تعيد الأمور إلى الصفر بسبب عدم امتلاكها الخبرة الكافية، فضلا عن إمكانية إعادة المحاصصة، وبالتالي ستسيس لصالح الأحزاب الكبيرة. المستشار المالي للسوداني: الدينار العراقي قوي جدا ولدينا 115 مليار دولار احتياط نقدي. كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح عن قيمة الاحتياط النقدي الذي يمتلكه العراق. وقال صالح أن العراق يمتلك احتياطات نقدية بقيمة 115 مليار دولار، وما يجرى حاليا نطق عليه معركة الأسعار. وتابع أن تدهور سعر الصرف رفع توقعات التضخم، لكن الحوار الأول مع واشنطن في اسطنبول كان ناجحا، مشيرا إلى أن التجار الصغار يمثلون 60% من السوق ولا يعرفون الاستيراد. وأوضح أن البنك المركزي أطلق حزم ممتازة لتلافي أزمة الدولار، مبينا أن الدينار العراقي قوي جدا بدليل مبيعات البنك المركزي العراقي.